الإخوة والأخوات معاشر المتكتكين والمتكتكات من موروكو مول، أحييكم. حقيقة طلع مول كذا عملاق من الطراز الفريد. يقول لي الإخوة هنا أنه أكبر مول في أفريقيا، فعلا له أول ما له آخر. قعدنا نلف تعبنا من 5 دقائق، قال لك ولا كملت حتى ربع المول. أنا رأيت فيه لمسة جمالية، فيها الماركات العالمية، فيه حاجات يعني ربما لا توجد إلا فيه. حقيقة المول يعد من أكبر المولات إن لم يكن أكبر مول داخل أفريقيا. أنا عملت فيه جولة كذا، عجبتني جدا جدا جدا. إذا سوجنا مزيان. والله الحمد تمام يا أخي، الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. السمك حيبلعك يا حمو، انتبه. شوف على جمال يا اخي، بص عينيها، بص بنت الكلب دي بتبص ازاي. الله يا اخي بعدها سمك قريب جدا. الله بص دي، يعني انت ممكن تتسوق في نفس الوقت ترتاح نفسيا كده. في احيانا نجيب بحوريه كذا تطلع من هنا بيقول لك بالعلم المغربي، بيعملوا شو جميل جدا، بتطلع واحده. انا تعبت في المول هذا من 5 دقائق. لا بس مول بس جميل. ده يا حمو اذا انفجر بيعمل كارثه. لا كلها اسماك. لا الماء حيغرق. بس احنا جئنا يعني في وقت الظهيرة، الحركة ليست قوية داخل هذا، لكنه صراحة جدا قوي. كل شيء حلو يا حمو، كل شيء حلو. عجبك موروكو مول؟ جميل. لا كبير يا اخي. لا ده الدار البيضاء ده. الدار البيضاء طلعت حاجة. المول هنا بيقول لك الثالث في العالم. المول لا في العالم. بيقول لك الثالث. يا جماعة منين تأتوا بهذه المعلومات؟ انتوا قلتوا أكبر مول في أفريقيا، مشيناها. هيألفوها يعني. لكن أكبر مول ثالث أكبر مول في العالم؟ لا، هذه معلومة. أول وجه الإمارات بحاجة إلى تأكيد. أنا الذي أعرفه أنه فعلا ضخم، لكن أكبر مول ثالث مول في العالم هذه بحاجة إلى تأكيد هذه المعلومة. ليه مستغرب؟ مو مستغرب، هذه بوابة. هذه البوابة. لا المكان أنا قلت لك جميل، لكن هذه المعلومة بحاجة إلى تأكيد. هم أصلا مش هيألفوها يعني، دي معلومة هتكون أكيد موجودة في الإحصائيات. أنت تتوقع كده؟ أنت شفت ترافيد سنتر في مانشستر؟ لا طبعا ده شكله كده أكبر. هو الترافيك فعلا كبير، لكن احنا ما خلي بالك، احنا ما غطيناش المزال، ما نقدرش نروح. مازال حلوة، مازال بالذات. ايه يومين والكرش هيبقى زيك. انت ده جيت ده لسه في 24 ساعه. بص عشان يا راجل انت دي جبت من بريطانيا معك يا ده عم. النهارده بس. اكلت يا فيل؟ لا شفت الفطار. اكلت انت الفطار اللي احنا فطرناه ده النهارده الصبح فين؟ في الهرهوره. واحنا عند خليل خدنا في مطعم جميل جدا مشويات. ايوه. وبعد كده العصير ده. شفت العصير يا اخي كان كبير. العصير ده كل الفواكه كلها مع بعض دخلت في العصير ده. شفت قد ايه؟ الان انت تريد تقنعني انه هذا كرشك بس موجود من ده اليوم بس. الكرم بتاعك انا ما شفتش. لا ده بتاعي بتاع 45 يوم هنا، انت بس اول يوم انت جاي. فعلا. الله يعطيك الصحه والعافيه يا حمو. المهم تكون مرتاح حمو. الحمد لله. كل شيء تمام معك في المغرب؟ كل شيء تمام الحمد لله. انت اليوم رحت الحمام صح؟ خليني. دلكوك؟ والله دعك. اسمه ايه اللي دعكك؟ انت برضه بتقول لي اسمه ايه؟ كم مره؟ في واحد. انا قلت لك كم مره اسمه ايه؟ في واحد معين. خلي لو هو بيسمعك هيروح يغير اسمه بكره. اسمه خلي عبد الرحيم. هو تلاقيه زهق من كتر ما انت سالتني هو اسمه ايه، قلت لك عبد الرحيم. لا خلي عبد الرحيم. لا عبد الرحيم ايه؟ عبد الرحمن منو؟ وانت لخبطتني اقسم بالله. خلي هذول عبد الرحيم. في واحد ثاني اسمه حمو. لا مش حمو. قلت لك حدو، الحاج حدو. الحاج حدو. هو اسمه كده. دعك حمو. الاثنين بصراحه. نتائج الحمام كانت ايجابيه. راحت العفريته اللي داخلك والجني والكل. كل حاجه طلعت هنيئا. ولا حتى كرشك طلعت بعد الحمام. تنصحني اعمل الحمام بكره يا حمو؟ انصحك بكره، بس انا مش عارف انت هيحكك بايه. انا مين اللي يحكني يا حمو؟ مش عايز حده، عايزك انت تحكني. حدو. انا ماشي، انا حكك. تحكني انت؟
اللي انت حتحكني بطوبه ولا ما بقول لك انت عايز عارف الطوب الاحمر؟ ايوه طوب البناء ده ايوه الاحمر. انت عايز واحده زي لا بس لا 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 الميه جميله كده والميه سخنه سخون. انتوا رحتوا الحمام اللي في مسجد الحسن الثاني ولا واحد ثاني؟ لا لا لا، ده الحمام بتاع خليل. بتاع خليل. هو فين؟ المحمديه. رحتوا المحمديه؟ هي كانت على الطريق. لا يا اخي يعني انا عارف اني قريبه بس يعني منطقه زحمه شعبيه بس يعني. ايوه مدينه بجانب الدار البيضاء، انا فكرتها داخل كذا نفسها. لا لا لا، دي لا، ما هي صح تعتبر داخل كذا. اي مدينه لوحدها مش المحمديه. مدينه لوحدها، ده تقريبا حي كده او منطقه يعني. خلاص نعيما، عموما نعيما يا عم. كويس. بس كرشك عامله خرب. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.